السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أحمد حسن وفيديو جديد من قناة أهلاوي للأبد. النهاردة أخبار نار عن النادي الأهلي. في كام خبر حلوين كده. أول خبر طبعا إن الموافقة الأمنية جات للنادي الأهلي بحضور 50,000 مشجع في ماتش الهلال السوداني. طبعا ماتش هيفرق كتير جدا معانا إن شاء الله، آخر ماتش في المجموعة. الحمد لله ربنا كان واقف معانا جدا في ماتش سان داونز والهلال. ضربة جزاء تيجي في الدقيقة 90 ويضيعها أطهر الطاهر علشان تبقى المقابلة في القاهرة ويكون هو ده الفاينل. وأظن الهلال محتاج قرصة ودن حلوة من النادي الأهلي، يعني إن شاء الله نكسب بسكور عالي 4-5، يعني سكور كويس جدا، لأن الهلال محتاج قرصة شوية. عدى حدوده في حاجات كتيرة مع النادي الأهلي السنة دي والسنة اللي فاتت، بقاله كذا سنة بصراحة في مشكلة مع الهلال. يعني المريخ عادي الماتشات بتاعته بتروح وتيجي والدنيا بتبقى كويسة، لكن ماتش الهلال بالأخص بيبقى فيه مشكلة، مش عارف ليه. مع ان يعني فرق رهيب ما بيننا وما بين الهلال. يعني الهلال ما خدش حتى كاس صفيحة قبل كده، ما شفناهوش توج بأي بطولة. السنة دي حاسين ان هو ريال مدريد القارة الافريقية وبينافس على البطولة وداخل بتقله والكلام ده مش موجود في الملعب يعني. فان شاء الله تكون مباراة مصرية للنادي الاهلي، اللعيبة كلها تكون رجالة، تكسب ونكسب بسكور زي ما قلت، علشان قرصة ودن. دايما الكبير بيقرص ودان الصغيرين شوية كده، فقرصة ودن للهلال كده عشان يرجع ويعرف حجمه الطبيعي فين. دي أول حاجة. طبعا تاني حاجة اعتذار النادي الأهلي رسميا عن الاشتراك في كأس الرابطة. أنا شايف من وجهة نظري إن هي بطولة ملهاش أي 30 لازمة، والأهلي الحمد لله إن هو اعتذر عنها. السنة اللي فاتت لعبناها معظمها بالأشبال والكلام ده، وكان معانا سواريش ولعبوا شويه ماتشات كويسه، وفي ماتشات ما كانتش كويسه، لكن يعني طلعنا بيها برضو بنتائج كويسه مش وحشه. فالحمد لله خرجنا بره البطوله دي من بدري. النادي الاهلي اعتذر رسميا، يعني كده المصري هيتاهل مع الف سلامه والقلب دعيله للدور اللي بعده. بطوله اتعملت للصغيرين يلعبوا فيها براحتهم كده، ايه يعني، بطوله خدها السنه اللي فاتت فيوتشر في اول بطوله دي رسميه. السنه دي ممكن ياخدها الزمالك. عارفين طبعا هو اخره ينافس على كاس الرابطه. فالاهلي مش محتاج البطولات دي، زي ما اعتذر كده عن البطوله العربيه. برضو انا شايف ان اعتذاره عن البطوله العربيه دي حاجه كويسه جدا بصراحه. مش مستاهله. هو اللي داخل البطوله العربيه دي وكان بيريل عليها عارفينه علشان الفلوس من الاخر كده. فاحنا مش هنريل عشان فلوس يعني. احنا كاس العالم جه لغايه عندنا، احنا ما كناش لينا في كاس العالم السنه دي، وكاس العالم جه لغايه عندنا وادانا 2 مليون دولار. شكرا يا عم كاس العالم. فدايما البطولات هي اللي بتسعى للنادي الاهلي، مش النادي الاهلي هو اللي بيسعى للبطولات. البطولات هي اللي بتيجي لغايه عنده وبتحب الاهلي يشترك فيها، علشان معروف ان الاهلي اكتر شعبيه في افريقيا كلها، في الشرق الاوسط كمان. ف وفي مصر طبعا يعني دي مش محتاجه. يعني لو قلنا مصر تعدادها 100 مليون، 95 في المية يعني 95 مليون اهلاوي والباقي متقسمين. لكن احنا دايما مش احنا اللي بنطلع نقول احنا الاكثر شعبيه واحنا نادي القرن الحقيقي والحاجات الغريبه اللي هم بيقولوها في قنواتهم دي، لكن ما علينا بغض النظر يعني. فالاهلي اعتذر عن البطوله دي، انا شايف ان هو قرار صح جدا. اعتذر عن البطوله العربيه صح جدا. الاهلي داخل في معمعه كبيره، مكمل ان شاء الله في بطوله افريقيا، اول الدوري جاينا بعد كده السوبر الافريقي. فالاهلي عنده بطولات كفايه يشترك فيها ان شاء الله. ندخل على الموضوع اللي بعده بقى، جيسفالدو فيريرا. خلاص الله اعلم. برضه احنا الزمالك ده يعني ما بناخدش كلام موسيقى قوي، فممكن يطلع زي المره اللي فاتت كده ريحه 3 ايام وراح راجع، ما تفهمش ليه. يعني اقلوه 3 ايام وبصينا لقينا الماتش اللي بعده انا موجود يا جماعه. طبعا احنا عارفين القصه ساعتها، الشرط الجزائي والكلام ده. هما اليومين دول بيقولوا حلوا الشرط الجزائي خلاص، الراجل شكله عايز يخلع فعلا، فتغاضى عن الشرط الجزائي وتغاضى عن المكافأة بتاعة الدوري والكلام ده. الكلام اللي بيتقال والله اعلم طبعا الكلام ده صح ولا غلط. انا في رأيي طبعا اكيد غلط يعني. اكيد الراجل خد كل مستحقاته، بس الكلام ده بيطلع يتقال في الاعلام وبنكتشف بعدها بقى ايه بشهرين ثلاثة، لا ده كان في كوارث. فاكيد شهرين ثلاثة ونكتشف الدنيا رايحة فين يعني. لكن هو خلاص رسميا هم سواء بقى اقال يعني خلاص. فيريرا مش موجود على رأس الجهاز الفني للنادي الزمالك. الكلام اللي كان جاي ان خالد جلال هو اللي هيمسك الزمالك الفتره الجايه، وفي كلام جديد مدرب
اجنبي جديد للزمالك وهيكون موجود في ماتش المريخ. فهنشوف يعني هنشوف الزمالك بيفكر في ايه. هو كده كده خلاص يعني الدوري راح من الزمالك، فرق كبير جدا ما بينهم وبين الاهلي. خرجوا حصاله زي كل سنه من افريقيا، فخلاص برضو ما لهمش في افريقيا، فخلاص ما عندهمش كاس الرابطه بقى، كاس مصر الجديد يعني، الحاجات اللي هم موجودين فيها. فالله اعلم فعلا. انا لو رايي طبعا عايزين رايي يوفروا الدولارات، هم معهمش فلوس اصلا، فوفر الدولارات وهات مدرب مصري، مش هتفرق كتير. يعني انا سواء جبت اجنبي او مصري بالمجموعه اللعيبه اللي معاك اللي انت قلت عليها اقوى صفقات في العالم، وانا جايب لكم رونالدو وميسي، مش هيعملوا اي حاجه في الزمالك. صفقات كلها مضروبه، من اول خط الدفاع الزناري لخط النص عمرو السيسي بدونجا طبعا من افشل لعيبه خط الوسط اللي انا شفتها في حياتي، بنضاي بسامسون، اللعيبه الغريبه اللي هم جابوها دي. فصفقات كلها فاشله، الزمالك ما عندوش لعيبه. نقدر نعد واحد اتنين تلاته هم بس اللي موجودين. اقدر اقول الونش في الدفاع، فتوح، زيزو، ويعني والباقي كله بقى على الله حكايته. فمش فارقه زمالك، كملوا الدوري السنه دي او كملوا السنه دي بمدرب مصري، مش هيفرق كتير والله. هتوفروا الفلوس وهتوفروا دولارات للبلد اللي هي محتاجاها، ومش اصل مش وقت فشخره يعني، انتوا كده كده خلاص كل حاجه ضاعت منكم السنه دي. فاستعدوا بقى للموسم الجاي، وما فيش مدير فني هيجي لكم دلوقتي هيكون قوي يعني، هتجيبوا حد دربكم قبل كده او حد فاشل او، فالله اعلم هيجيبوا مين يعني. لو هيجيبوا مدرب اجنبي انا شايف ان مفيش حد هيقدر يعني هيقبل بالزمالك في الفتره دي. فهو الاقرب، وافتكروا كلامي، خالد جلال هيمسك الزمالك الفتره الجايه. ركز يا اهلي ان شاء الله في الماتش اللي جاي، ماتش مهم مش صعب. الصعوبه فيه اللي انا شايفه طبعا لعبة الهلال هتنزل تكسر وضرب، وهيبقى فيه يعني شحن في الملعب. لكن انت معاك ارضك، معاك جماهيرك، معاك 11 لعيب راجل جوه الملعب. لعيبه الاهلي فروقات فنيه رهيبه ما بينها وما بين لعيبه الهلال. عندك احسن جول في افريقيا، عندك دفاع محمد عبد المنعم، وايا كان بقى مين اللي هيلعب جنبه، رامي ربيعه، ياسر ابراهيم، متولي. عندك خط نص رهيب مفيش زيه في افريقيا كلها، السوليه وحمدي فتحي، القندوسي، مروان عطيه، اليو ديانج. خط نص ملوش حل. عندك عبد القادر، وعندك قفشه، وعندك كهربا، وعندك محمد شريف، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر. الاهلي ما شاء الله نجومه جامده جدا، هيبدع باذن الله، هتبقى ليله رمضانيه زي الفل. خلاص الماتش اتوافق، الاهلي كان طلب ان هو بدل 31 مارس يتلعب في 1 ابريل، وخلاص ان شاء الله يوم السبت اللي جاي، مش السبت اللي هو بعد بكره، لا السبت اللي بعده ان شاء الله ماتش الاهلي، ليله رمضانيه ان شاء الله تكون زي العسل، والاهلي يكسب فيها فرق سكور ويفرحنا كلنا باذن الله. اشوفكم في فيديو جديد باذن الله مع علاء الابد. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وتعمل سبسكرايب للقناه وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديده باذن الله. اشوفكم على خير، السلام عليكم.